اكتر حاجه بتضايق العميل منك هي الفولو اب. فازاي تعمل فولو اب من غير ما تبان شخص سخيف او تقيل؟ اولا ما تكلمش العميل كل يوم وتقول له ايه الاخبار، ده مش فولو اب، ده اسمه صداع. لازم تتابعه بالقديم اللي انت وصلت له معاه. يعني والله يا فندم احنا كنا اتفقنا اني هجيب لحضرتك عروض اسعار ب3 وحدات اسعارهم متوسط كذا والعروض جاهزه، جاهز نتناقش فيهم. ابعت له معلومه، ما تبعتلوش سؤال. شوف حضرتك العرض الجديد نزل على 1 2 3. والله يا فندم المشروع اللي كنا بنتكلم عنه بنقول انه هيطرح، هو دلوقتي اتطرح والاسعار فيه 1 2 3. والله يا فندم المطور نزل خطه جديده بتبدا من كذا بتنتهي بكذا. والله يا فندم احنا اتاكدنا من خطه السداد هتبقى 40 60 وانا حبيت ابلغك. طب لو العميل شاف الرساله وما اتكلمش معاك، يبقى انت كده كسبت في انك قدرت تفلتر العملاء المهتمين من اللي مش مهتمين. لان اللي مهتم وانت بعت له بالشكل ده البيمنت بلان اللي تتماشى معاه او السعر اللي هو بيدور عليه وهو ما ردش عليك، خلاص انت كده تاكدت ان العميل ده مش جاهز للشراء على الاقل حاليا. فبعد ما يحصل ابديت تاني للسوق ابعت له تاني، لكن على الاقل انت كسبت بانك عرفت انه في الفتره الحاليه انت مش مناسب له. بخلاف الناحيه التانيه لما انت بتدخل تقول له ايه الاخبار، إيه النظام، خدنا قرار ولا لا، هنا حتى لو هو مهتم انت بالنسبه له ما بتقدمش جديد، انت بالنسبه له بتزن عليه. بس الفولو اب الصح مش تذكير، هو تحفيز. ابعت له دايما حاجه مفيده تفتح حوار مش تقفله منك، وقتها هو اللي هيكلمك مش انت اللي هتستناه.